السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الحرارة والرطوبة اللازمة لدورة الفراخ. أول حاجة يا جماعة، أهم حاجة إنك تشغل الدفايات قبل وصول الكتاكيت بفترة كافية إن هي تدفي معاك الفرشة، تدفي معاك الجدران. صحيح، أنا ممكن بعد الكتاكيت ما توصل أو وقت الكتاكيت ما توصل أشغل الدفايات بتاعتي، فارفع الحرارة في الجو 32 و33 و34 زي ما أنا عايز في وقت قليل. بس للأسف الأرضية بتبقى مرطبة، الفرشة فيها رطوبة لسه، الجدران لسه فيها الرطوبة. بيبقى الهواء بس اللي سخن، ولذلك الحرارة بتبقى عالية وبتلاقي الكتاكيت متجمعة معاك وما انتش عارف السبب. السبب كله يا سيدي ان الكتاكيت بتاعتك الجو سخن فوق، الحرارة المطلوبة متحققة في الجو، لكن الفرشة عندك حرارتها نازلة، حرارتها اقل من 28. ده بتحس ان تحتها ساعة فهتبدأ تتجمع معاك، لان هي فعلا بتبقى بردانة بسبب نقص حرارة الفرشة. حرارة الفرشة معاك لازم تبقى على الأقل خالص 28 درجة. بتعرف درجة حرارة الفرشة ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده وهنقول تاني. هتجيب الترمومتر بتاعك وتفحر في الفرشة، وتحطه في قلب الفرشة وتغطي عليه وتسيبه 5 ل10 دقايق، وترفع الترمومتر بتاعك هيقرا لك حرارة الفرشة. تمام. تعرف لو حرارة الفرشة مهما كان الجو سخن، لو وصلت الحرارة ل36 و37 كمان، والفرشة عندك حرارتها 24 25، الكتاكيت بتاعتك هتتجمع. طبعا عشان تبقى عارف ان الارضيه انت قبلها بتبقى غاسل والارضيه شاربه ميه، فبتبقى مرطبه جامد او ساقعه جامد او حرارتها منخفضه. بتبدا تحط الفرشه، فالفرشه بتبدا تمتص الرطوبه من الارضيه، فبتبدا ترطب، فبتبقى حرارتها نازله معاك. ولذلك تحس ان الفرشه حتى ما مش خشنه، الفرشه ناعمه، الفرشه مكبوسه. انما لو الفرشه دافيه معاك وحرارتها فوق ال 28، هتلاقي الفرشه بتاعتك بتحرك ايدك فيها كده تلاقيها بتعمل صوت، بتخربش، بتبقى حمصانه، بتبقى دافيانه، بتدفي الكتكوت. حتى لو الحراره في الجو 30 بس الفرشه حرارتها 28 30، هتلاقي كتاكيتك منتشره مهما تنزل معاك الحراره، طالما تحتها دفيان هتبقى دافيه. احنا بالعربي كده بنقول عليها، او بالفلاحي او في المثل بتاعنا دايما بقول للرجاله في العنابر، بقول له: انت مهما اغطيك ببطاطين بس هرقدك في جرد الميه، حطك في جرد الميه واغطي عليك ببطاطين، ايه اللي هيحصل؟ هتفضل بردان. هو نفس الوضع كده، فلازم الدفع يبقى من تحت الاول قبل ما يبقى من فوق. عشان احقق المعادله دي قلنا لازم نشغل الدفايات قبل وصول الكتاكيت بوقت كافي. الوقت ده في الصيف مثلا 12 ساعة ل 24 ساعة، في الشتاء من 24 ساعة ل 48 ساعة على الأقل، علشان تقدر تحقق المطلوب والرطوبة تتبخر من العنبر أو الساعة، وكل حاجة في العنبر تدفى، سواء جدران سواء حوائط، أو أهم حاجة زي ما قلنا الفرشة. تاني حاجة ندخل بقى على معادلة الرطوبة. احنا قلنا الحرارة في الاستقبال بتبقى 32، ما تزودش عن كده. ان بدأت الفراخ تتجمع هتلاقي اكيد زي ما قلت لك الفرشة بتاعتك قليلة. كمان الرطوبة يا جماعة اقل حاجة توصل لها في الاستقبال او في التحضير 30 60 اسف 60 درجة مئوية، ودي لها جهاز مخصص بيقيسها. كمان تقدر تظبط الرطوبة، قلنا ان انت على الاقل بتسيب تلت مساحة العنبر فاضية، عشان من غير النشارة، ومن غير ما تطلع فيها كتاكيتك، وبتبدأ تحط فيها، ترش فيها مية، تحط اطباق فيها مية. في المزارع طبعا السقايات الاوتوماتيك بشغلها وهي متعلقة عشان تعمل بخار المية، فتبدأ تعدل الرطوبة في الجو. خلي بالكم، رطوبة الفرش غير رطوبة الجو غير الرطوبة النسبية، دي حاجات مختلفة عن بعضها. فمش كلها بنقول هي الكل بيتقال عليها رطوبة، بس مش في التعامل ان كلها رطوبة. تمام. يعني انا بحب عاوز اقلل الرطوبة من الفرشة عشان ارفع حرارة الفرشة، انما رطوبة الجو لازم ازودها، واقل حاجة عندي ما تزيدش عن ما تقلش عن 60. لو قلت عن 60 هتبدأ تلاقي مشاكل اسهالات، هتلاقي تجمعات في الكتاكيت، هتبدأ معاك صردة ومشاكل كتير. قلنا ترفع الرطوبة ازاي؟ قلنا هتحط اطباق فيها مية، علب صفيح، المهم حاجات مساحتها صغيرة عشان المية فيها تسخن بسرعة وتبدأ تتبخر معاك او يحصل منها بخار، ولو بسيط فيظبط معاك الرطوبة في الجو. كمان تحافظ الرطوبة لما تبقى مش أقل من 60، مع الحرارة 30 32 بتقدر تحافظ معاك على حرارة المية وحرارة العلف، وبالتالي الفراخ ما بتشربش مية ساقعة ولا تشرب معاك مية سخنة
فتبقى مظبوطة، فما يحصلش معاك الإسهالات المبكرة بسبب سخونة المية وسخونة العلف. كمان المية لو ساقعة هتبدأ تعمل معاك احتقان في الحنجرة أو في الزور زي ما بنقول، هتبدأ تعمل معاك مشاكل تنفسية. كمان مساحات المية لازم تبقى كتير، لو بقت قليلة الكتاكيت هتعطش منك، فهيبقى فيه هجوم في المية، فالكتاكيت هتبدأ تبلل نفسها وهي بتشرب غصب عنها وغصب عنك، فهيبدأ يحصل معاك مشاكل تنفسية وكمان رطوبة في الفرشة، وتبدأ الفرشة بتاعتك ترطب ويحصل أنيميا، آسف أمونيا، والدنيا تبدأ تزيط معاك. يبقى الصح ان انت تزود مساحة المية، تزود مساحة العلف، تظبط الحرارة والرطوبة، تولع دفاياتك حتى في الصيف، تولع دفاياتك قبل وصول الكتاكيت بوقت كافي انه يدفي الفرشة ويدفي الحوائط والجدران. انتظرونا ان شاء الله في حلقات جاية، هنكلمكم عن معلومات كتير قوي، هنكمل كلامنا عن التحضير علشان ان شاء الله بإذن الله تنفذ او تطلع دورات ناجحة بدون اي مشاكل او اي معاناة. وبكده اقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن الحرارة والرطوبة اللازمة لدورة الفراخ. أول حاجة يا جماعة، أهم حاجة إنك تشغل الدفايات قبل وصول الكتاكيت بفترة كافية، إن هي تدفي معاك الفرشة، تدفي معاك الجدران. صحيح، أنا ممكن بعد الكتاكيت ما توصل أو وقت الكتاكيت ما توصل أشغل الدفايات بتاعتي، فارفع الحرارة في الجو 32 و33 و34 زي ما أنا عايز في وقت قليل. بس للأسف الأرضية بتبقى مرطبة، الفرشة فيها رطوبة لسه، الجدران لسه فيها الرطوبة بيبقى الهواء بس اللي سخن، ولذلك الحرارة بتبقى عالية وبتلاقي الكتاكيت متجمعة معاك وما انتش عارف السبب. السبب كله يا سيدي ان الكتاكيت بتاعتك الجو سخن فوق، الحرارة المطلوبة متحققة في الجو، لكن الفرشة عندك حرارتها نازلة، حرارتها اقل من 28. ده بتحس ان تحتها ساعة فهتبدأ تتجمع معاك، لان هي فعلا بتبقى بردانة بسبب نقص حرارة الفرشة. حرارة الفرشة معاك لازم تبقى على الاقل خالص 28 درجة. بتعرف درجة حرارة الفرشة ازاي؟ زي ما قلنا قبل كده وهنقول تاني، هتجيب الترمومتر بتاعك وتفحر في الفرشة وتحطه في قلب الفرشة وتغطي عليه وتسيبه 5 ل10 دقايق، وترفع الترمومتر بتاعك هيقرا لك حرارة الفرشة. تمام؟ تعرف لو